ساعات قليلة ستمضي تعلن بعدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية ضمن الوجبة الخامسة. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت إكمال عملية تدقيق المشمولين بالوجبة الخامسة بالتعاون مع وزارة التخطيط وبقية المؤسسات المعنية. عملية الإطلاق ستتبعها إجراء توزيع بطاقات الصرف المالي إلى نحو 75 ألف أسرة بالمحافظات كافة. حسب المنهاج الحكومي المرسوم لغاية الآن تم شمول 625 ألف أسرة، ومن المؤمل يعني الإصدار الوجبة الخامسة بمعدل 75 ألف أسرة، فيكون المعدل الإجمالي المطلق لغاية الآن 700 ألف أسرة جديدة مشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية. فئة الأرامل والمطلقات تم رفع نسب قبولهم في قاعدة البيانات المثبتة عند وزارة العمل ضمن الوجبة الخامسة. شملنا بهالفترة أكثر شيء النساء، حاولنا حتى يكون أكو موازنة بين أعداد الرجال وأعداد النساء الموجودين في قاعدة الحماية الاجتماعية، المستفيدين من الحماية الاجتماعية. احنا كملنا إجراء البحث الميداني لكل النساء اللي كانوا متقدمين للشمول بالحماية الاجتماعية، وتم إرسال بياناتهم للتخطيط. حتى هاي الوجبة راح تكون بمثابة شمول للعوائل المتعففة والمحتاجة. وحال إطلاق أسماء المشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية، تؤكد وزارة العمل أن المراجعات ستكون مطلع شهر تشرين الأول المقبل ولغاية 22 من تشرين الثاني، وفق وجبات تحدد ب150 مواطنا باليوم الواحد خلال مراجعتهم أقسام الوزارة المعنية. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.